عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ميرابيلا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كسكسو بالتفاية بالقرعة معسلة بطريقتي الخاصة. كيجي رائع بزاف ولذيذ. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو، عندي دجاجه ديال 2.400، عندي كيلو ديال البصله مشنف، كيلو ديال السميده غليظه ديال الكسكسو، كيلو ديال القرعه الحمراء، واحد زلافه كبيره ديال الحمص ديجا مرقد من قبل، 3 ديال المطيشات، واحد ربيطه ديال القزبر ومعدنوس، جوج بصلات مقطعين، عندنا في العطريه عندنا البزار، سكنجبير، الخرقوم البلدي، الملحه، القرفه، جوج دويمات ديال الزعفران، ضامه ديال السمن. اللي عنده السمن عادي ديرو، انا ما عنديش، غندير غير الضامه، زيت المائده وزيت العود، زيت البلديه. وبالنسبه للتزيين عندي التمر، البيض، اللوز اللي ديجا قسلقته وفسختو، والزبيب اللي تيكون مرقد من قبل. الا على بركه الله. اول حاجه كناخذوا الكوكوط اللي غادي نعسلو فيها البصله، غندير فيها الزيت، وغادي ناخذ القدره اللي غادي نطيب فيها كسكسو، حتى هي ندير فيها زويته، ونلوح فيها دوك جوج بصلات اللي غادي نديرو في المرق. غادي نخليو ديك البصله شحال، وغادي نديرو البصله ديالنا تعسل، كنوجدهم بجوجهم في خطره. يعني كندير البصله الوقيته اللي كنبغي نرد المرقه كنرد البصله تعسل ليا. هادي نخليو ديك البصيله ديال المرقه حتى تشحر لينا. من بعد غادي نزيدو عليها الدجاج والعطريه والربويو. بالنسبه للبصله اللي غادي نعسل، راه ما كندير لها حتى شي حاجه في الاول، كندير لها غير الزيت، وكنخليها كنبقى مره كنقلب فيها بشي سباتيلون بوا، بشي معلقه ديال الخشب، كنبدا نخلط فيها مره صافي، وكنخليها تبدا طيب لينا. بعد ما كتشحر لينا هاد البصيله، غادي نزيدو الدجاج ديالنا، كنحطو عليه الصدر. كيف قلت لكم انا الدجاج ديما كناخذو نهار قبل، الا بغيت نطيبو كناخذو نهار قبل، كنغسلو مزيان بالماء والملح، كنخليه حتى كيسقطر، وكندير له خيط، كنعقدها مزيان، كندير لها الخيط في رجليها، وكندورو عليها، وكنحطها في الكونجيلاتور. كنبيتها ضروري، لان الدجاج كنبيتو في الكونجيلاتور باش كيجيني فتي وكيطيب لي مزيان. غادي نزيد العطريه، السكنجبير، الخرقوم البلدي، البزار، الملح، شويه ديال القرفه، وواحد دويمه ديال الزعفران. اللي عنده زعفران شعره يديرو، يعني ما متوفرش عندي غندير الدويمه. غادي نروي بالماء سخون، بسم الله، ونغطي عليه، غنخليوه يطبخ لينا واحد 10 دقائق. من بعد غادي ناخذوا منها المرقه اللي غادي نسلقوا فيها الحمص ما غنديروش مع المرقه نيشان، غادي نسلقوا. نوريكم الطريقه انا اللي كندير. غادي نسلق الحمص في هذه المرقه ديال الدجاج، ومن بعد في التفويره حتى التفويره الثانيه عاد باش غناخذ ثاني من هذه المرقه هذه ديال الدجاج، هي اللي غادي نطيب فيها القرعه. بالنسبه لهاد البصله، ها هي راه مره نحرك عليها، ما كنغطيهاش، مره كنحرك عليها وكنخليها طيب على خاطرها.
دوز 10 ديال الدقائق كنحلو على المريقه ديالنا. قلت لكم غادي ناخذ منها مرقه باش ملي كنطيبوا فيها داك الحمص كيتنسم لينا. ناخذ واحد 4 تاع المغارف ونزيد عليها الماء سخون ونسد على الحمص نخليه يطيب. نزيدو الحمص غادي نغطيو عليها بالماء سخون ونسدو عليها نخليو داك الحمص ديالنا يطيب. البصله ها هي راه كنحركو فيها مزيان حتى تبان لينا طاحت مزيان ودخلها الطياب. عاد باش غادي نزيدو عليها القرفه شويه ديال البزار والسكر باش تعسل. المريقه ديالنا غادي نزيد عليها ديك الربيطه ديال الكزبره والمعدنوس ودوك 3 ديال المطيشات اللي حكيتهم تنقسمهم على جوج. كنحيد لهم الزريعه ديالهم وكنحكهم كنزيدهم على المريقه. دابا غادي نغطي عليها ونخليها طيب وغادي ندوز باش نوجد الكسكسو ديالنا. دابا غادي ندوزو نوجدو الكسكسو ديالنا. ناخذ سميده الغليظه، انا السميده الغليظه هي اللي كندير. غادي ندير ليها زيت، زيت المائده عليها الزيت مزيان. حتى تبانوا لنا هاد الحبيبات كاملين تزيتوا. من بعد نديرها في الكسكاس ونمشي نحطها دير التفويره الاولى. ديالنا هي مره كنحركها، راه ما درت ليها لا عطريه لا ملح لا ماء وما تنغطيش عليها، حيت الا غطيت عليها ولا درت ليها الملحه غتطلق الماء ديالها غادي تعطل باش طيب. كنزيد عليها معلقه ديال الزبده والزبيب، الزبيب اللي كنكون رقدته من قبل في الماء، كنخليه واحد نص ساعه تقريبا في الماء، كنصفيه وكنضيفو على البصله. دابا غنبقى مازال كنحرك فيها حتى يبان ليا بدا اللون ديالها كيتبدل. من بعد غادي نزيد عليها الطيب وغادي يتبدل اللون ديالها. من بعد غادي نزيد عليها السكر والقرفه. ها هي التفويره الاولى، كندير ليه الماء بسم الله، كنحلو بالماء. التفويره هاد الثانيه اللي غندير ما كنديرش الماء بزاف، كنبدا نخلط فيه هكا باش كيدخل معاه الماء مزيان كيتشرب. غادي نخليه حتى يتشرب مزيان. من بعد غنرد هاد التفويره نخليوها تاني حتى كتفور لينا مزيان.
عاد باش كنهبطوها وندير لها ثاني الماء. ما كيتشرب لينا كسكسو مزيان داك الماء اللي درنا ليه. دابا غادي نرد الفوره الثانيه. في هذا الوقت اللي غادي نردو الفوره الثانيه غادي ناخذوا القرعه الحمراء، غادي ندير ليها حتى هي كيف درت الحمص. غادي ندير لها المرقه ديال الدجاج وغادي نخليها طيب، نغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها. بالنسبه للمرقه ديال الدجاج غادي نزيد عليها الضامه ديال السمن في الفوره الثانيه. باش كنزيد الضامه ديال السمن، وقبل ما نزيد الضامه ديال السمن غادي نهز منها كيف قلت لكم، نهز منها مريقه اللي غادي نطيب فيها القرعه الحمراء ديالنا. من بعد ملي كتبان ليا هاد البصيله ها هي راه تحمرات، غادي نزيد عليها دابا عاد باش غندير شويه ديال الملحه، شويه د البزار والقرفه وواحد 3 طوبات ديال السكر. انا نخلطها مزيان ونخليها تعسل مره نبدا نحرك فيها. وديما نخلي الكوكوط ديالنا ولا المقله ولا اي حاجه غادي نعسلو فيها نخليوها محلوله، ما نغطيوش عليها باش ما يرجعش عليها داك الماء وتولي لينا هكا ميها. خاص البصله تعسل وتجي ناشفه. بعد ما كتعسل لينا البصله ها هي 3 عسلات، غادي نزيد عليها داك الحمص اللي كيكون طاب كيطيب وكنصفيه من الماء، كنزيدو عليها كنبقى نخلط مزيان حتى كينسجموا لينا مع بعضياتهم. غادي نخليه دابا تقريبا واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق وغادي نطفي عليه ونخليه على جنب. ديالنا ها هي راه درتها كي قلت لكم، درتها في المرقه ديال الدجاج. نخليها حتى طيب، نغطي عليها نخليها حتى طيب مزيان. من بعد غادي نزيدوا عليها معلقه ديال الزبده، واحد 3 طوبات ديال السكر ومعلقه ديال القرفه. التفويره الثانيه ها هي غادي نديروا ليها الماء مزيان بحال هكا. في هذه المرحله ملي كنحيدوا التفويره الثانيه كيكون الدجاج طاب، كنحيدوه من البرمه وكندهنوه بالزبده، مزيان وكندخلوا الفران باش يتحمر. التفويره الاخرى كندير ليها الماء مزيان ندير لها الماء مزيان، نخليها تشرب على خاطرها حتى كتبان لينا تشرب داك الكسكس وداك الماء كامل. من بعد كنردها، هذه هي التفويره الاخرى، كنردها طيب. الدجاج كي قلت لكم دابا غادي نحيدو من البرمه، غادي ندهنو بالزبده وندخلو الفران باش يتحمر. من بعد ما كطيب لينا ديك القرعه كنحيدها من ديك الكوكوط اللي كنديرها فيها. دابا غادي نزيد عليها معلقه ديال الزبده، كنزيد عليه واحد المعلقه ديال القرفه، نديرها شويه هكا فوق من هاد القرعه. وهنا غندير 2 طوبات ونص ديال السكر. غنبدا نحرك فيهم كيذوب هذا السكر. غنبدا نعسل في هذه القرعه ديالنا حتى تعسل لينا مزيان. نبدا نقلبها في المقله حتى كيتعسل لينا
كامله. الكسكس ديالنا ها هو، هذه هي التفويره الاخرى. راه زدت عليها زيت البلديه والملحه كتبقى على حسب الذوق. كنحلو مزيان بزيت البلديه وكنضيف الملح حنا كنخلطوها. راه كسكسو ما كيجيش هاد السميده هادي، ها راه كتجي حبه حبه، ما كتجيش دايره، ما كتجيش مدقسه. بالنسبه للدير راه التمر ها هو راه وجدته، اللوز راه تقلى، البيض راه سلقته حتى هو موجود، المريقه راه طفيت عليها طابت، والدجاج راه تحمر. دابا ما بقى لينا غنسقيو القصريه ديالنا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. النهائي ديال الكسكسو بالتفايه ديالنا هو هذا، كيجي رائع بزاف ولذيذ. بالنسبه للتزيين هنا درت دوك الطريفات ديال القرعه، زوقتهم من الفوق باللوز، درت البيض مسلوق، هنا تمر معمر باللوز، وهاد الحمص منين طاب ليا الحمص كنخلي منه واحد شويه هو اللي كنزوق به القصريه. وهذه التفايه ديالنا بهاد الطريقه اللي وريتكم راه كتجي لذيذه بزاف ورائعه. ملي كنزيدو على هذاك الحمص كتعطي واحد المذاق رائع. ومن الفوق درت البيض مسلوق والقرقاع، يمكن تزيدوا حتى المشماش راه كيجي في بلاصه التمر، اللي بغى يدير المشماش والقرقاع راه كيجي رائع بزاف. المهم انا حاولت نشارك معكم طريقتي في كسكسو اللي معتمده عندي في التفايه، اللي كتعجب اي واحد داقها عندي كتعجبو. نتمنى الاقتراح ديالي اليوم يعجبكم. كما العاده عجبكم لا فيديو اعملوا لايك سبسكرايب، ما تنساوش تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. شكرا لكم بزاف، بسلامه.